ازاي؟ طبعا كلنا شفنا الاعلان الرسمي عن الايفون 15 برو ماكس، واحد من اقوى الموبايلات في العالم، ده ان لم تكن انت واحد من الناس بتشوفه افضل موبايل في العالم. الموبايل جمع بعض المميزات، بعض التحديثات المهمه، وكمان بعض الحاجات المخيبه للامال شويه. فخلينا النهارده نتكلم بمزيد من التفاصيل عن الشكل والتصميم والاداء واشياء اخرى قويه جدا. بس مهم جدا كمان تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده، تكمل الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. تصميم الموبايل اختلف شويتين ثلاثة عن الجيل اللي فات. مبدئيا ظهر الموبايل هنا بقى فيه ايدج او فيه انحناء بسيط كده عشان يسهل مسكة الموبايل في ايدك لفترات طويلة، ودي كانت حاجة مفتقدة في الاجيال اللي فاتت اللي كانت بتيجي بفريم مقطوع وحاد كده. فريم بيخلي شكل الموبايل لطيف، شكله حلو، ولكن في نفس الوقت الموبايل كان هيوجع ايدك او هيضايقك لو انت بتتفرج على فيديوهات او بتلعب اي لعبة، فمش هتلاقي نفسك مرتاح مع الموبايل قوي بسبب الفريم المقطوع والحاد ده. تصميم الظهر هنا بالكامل من الازاز، وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات التسريبات ان ابل قالت ان تصميم الموبايل ده او الازاز الخلفي تقدر تغيره في حاله الكسر ب $200 تقريبا، و$200 يعتبر نوعا ما اقتصادي شويه مقارنه بالاجيال اللي فاتت. ولكن للاسف في دروب تيست على قناه جيري ريج ايفريثينج الموبايل بيتكسر لمجرد انه بيتضغط عليه شويه، يعني ظهر الموبايل بيتكسر من اي حاجه حرفيا. بمجرد ما مسك الموبايل في ايدي وتناه شويه الموبايل اتكسر على طول. ناهيك طبعا عن المشاكل التانية اللي ظهرت في التصميم بتاع الموبايل، زي ان الفريم التيتانيوم اللي هو مفروض طفره حاليا. ناس كتيره جدا نشرت فيديوهات للفريم او التصميم بتاع الموبايل ده، بمجرد ما تطلعوا الموبايل من العلبه الموبايل فيه مشكله في الطلاق، الموبايل فيه مشكله في تجاريح من الجناب، وخصوصا في الفريم التيتانيوم ده. اي نعم التصميم شكله حلو ولطيف جدا، ولكن في نفس الوقت مش هندفع عندنا هنا في مصر حوالي 100,000 جنيه تقريبا في موبايل بيتجرح او بيتخدش بكل سهوله، او ممكن يطلع من العلبه مخدوش او متجرح اصلا. فدي واحده من المشاكل اللي قابلت المستخدمين وقت ما استلموا الموبايلات. ناهيك طبعا عن التبصيم واللحوسه اللي موجوده في الفريم التيتانيوم ده، الموبايل بيبصم منك وبيتلحوز باقل لمسات بسيطه جدا. الموبايل تلاقيه متلحوس وتلاقيه مليان بصمات من الجناب، ولكن ده في نفس الوقت ما يخليناش نغفل ان الموبايل بقى حجمه اقل من الجيل اللي فات من ناحيه الوزن بحوالي 20 جرام تقريبا، وده نوعا ما بيخلي الموبايل مسكته اريح من الاول، خصوصا كمان ان الموبايل حجمه بقى اصغر من الجيل اللي فات من ناحيه العرض والطول بنسبه تقدر بحوالي ملي تقريبا. كمان تصميم الواجهه الاماميه او الشاشه بتاعه الموبايل اختلفت نوعا ما عن الجيل اللي فات على جميع الاجهزه تقريبا. مبدئيا جميع الاجهزه هتيجي مع الدايناميك ايلاند او الجزيره التفاعليه بتاعه الايفون اللي شفناها في الاجهزه البرو من الاجيال اللي فاتت. البرو ماكس والبلس بيجوا ب 6.7 انش، والايفون 15 العادي او الفانيلا والايفون 15 برو بيجي ب 6.1 انش. جميع الموبايلات في سلسله ال 15 بتيجي بشاشه بمعدل برايتنس، وده رقم مميز وقوي جدا. ولكن الموبايلات الفانيلا او الموبايلات الصغيره زي الايفون 15 والايفون 15 بلس لسه برضه بتيجي ب 60 هرتز، وده رقم قليل جدا مقارنه بسعر الموبايل، و60 هرتز غير مقبول تماما الصراحه. والريفريش ريت السريع ال 120 هرتز بيقتصر بس على الموبايلات البرو والبرو ماكس. بالاضافه للتغييرات دي في تغييرات مهمه جدا من ناحيه الموبايلات البرو زي البرو والبرو ماكس، ان الموبايلات دي بتيجي باصغر حواف موجود على اي موبايل في العالم. ولو انت شفت فيديو او مجرد صوره للموبايلات البرو الحاليه دلوقتي والموبايلات البرو في الجيل اللي فات، فهتلاحظ الفرق الملحوظ نسبيا. الحجم الواضح جدا في البيزل بتاعه الموبايل، البيزل هنا بقت ارفع كتير عن الجيل اللي فات. اي نعم على الورق نسبه قليله جدا لا تكاد تكون ملحوظه اصلا، ولكن بمجرد ما تبص بصه على كلا الشاشتين هتلاحظ الفرق واضح جدا. الموبايلات البرو في فئه ال 15 حجم الحواف اصغر كتير عن الجيل اللي فات، ولكن برضو ظهرت بعض المشاكل الخاصه بالشاشه والخاصه بالحواف، ان الشاشات بيكون فيها مشاكل زي انها بتكون خارجه عن الفريم بتاع الموبايل، ودي حاجه نادرا ما بتحصل بالشكل والزخم اللي حصل ده. وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي مليانه بصور الايفون اللي فيه مشاكل، بدءا من التبصيم واللحوسه مرورا بقى بالخربشه والتجاريح اللي موجوده في الفريم نفسه، سواء كان السبب ده حاجات بسيطه او كان السبب ان الموبايل يطلع اصلا من العلبه متجرح. في واحد هندي كمان طلع الموبايل وكان فيه مشكله الشاشه الخضراء، الموبايل بيجيب شاشه خضراء بشكل كامل، والراجل عرض اكتر من فيديو على تويتر والناس حاولت تساعده بقدر الامكان، ولكن ما عرفش يستعيد الموبايل تاني. ولكن بعدها بشويه عمل تحديث وقال انه راح متجر ابل واستبدل الموبايل ده بموبايل جديد. بالاضافه للدروب تيست، بالاضافه للمشاكل التانية اللي ظهرت في الدروب تيست، الموبايل بيتكسر بسهوله جدا، وخصوصا ظهر الموبايل. في ناس كتيره جدا عملت دروب تيست للموبايل ده، ظهر الموبايل بيتكسر بكل سهوله. الموبايل مش معروف الرام بتاعه كام لحد دلوقتي، ولكن المفروض الموبايلات زي البرو والبرو ماكس حجم الرام فيها هيكون اكبر من الاجيال العاديه، ولكن ده مش معلن بشكل رسمي. الايفونات الصغيره زي الايفون 15 والايفون 15 بلس هتيجي مع الاي 16 بايونيك، المعالج اللي كان موجود في الفئات البرو من الاجيال اللي فاتت زي البرو والبرو ماكس من فئه ال 14، ولكن الموبايل
الموبايلات البرو الحاليه من فئه ال 15 هتيجي مع الاي 17 برو او المعالج الاي بايونيك شيب 17 برو، والمفروض ده بيديك اداء قوي ومميز جدا مقارنه بالاجيال اللي فاتت، والمفروض ان الجيل ده بيديك اداء افضل من الجيل اللي فات بنسبه 100%. كمان الجي بي يو اداؤه هيكون قوي جدا، لعبه زي ريزيدنت ايفل تقدر تلعبها عن طريق الايفون 15 ولكن بس بيقتصر على فئه البرو زي البرو والبرو ماكس. تقدر تلعب اللعبه دي بكل سهوله، لعبه كونسول انت بتلعب اللعبه بكل سلاسه، بتلعبها كمان على هاي جرافيكس من غير ما يقابلك اي مشكله. وكمان في بعض الالعاب التانية القادمه تقدر توصل الايفون ده بشاشه خارجيه وتستخدم الموبايل ده ككونسول او جهاز كده زي البلاي ستيشن او الاكس بوكس، تقدر تلعب عليه لعبه زي ريزيدنت ايفل في الوقت الحالي وتستمتع كمان بالجيم باداء مستقر ومميز جدا. تقدر تلعب اللعبه دي عادي جدا عن طريق الايفون. الموبايل ده في السنجل كور على البنش مارك بيعمل 2958 نقطه، وفي المالتي كور بيعمل 7454 نقطة، ودي أرقام قوية وخارقة جدا مقارنة بالمنافس الشرس الاس 23 الترا اللي بيعمل 2034 نقطة في السنجل كور و5221 نقطة في المالتي كور. أرقام مهولة، أرقام قوية جدا. تقدر تقول ان ابل تفوقت على جميع المنافسين في المالتي كور وفي السنجل كور، ولكن في المالتي كور ابل تفوقت بقله ادب الصراحه. ولكن في نفس الوقت الموبايل ده بيوصل لدرجات حراره مبالغ فيها جدا ما شفناهاش قبل كده على الايفونات اللي فاتت. الايفون 15 برو ماكس بيوصل لدرجه حراره 45 درجه بعد 10 ساعات شغل متواصل او سكرين تايم. الموبايل ده بيوصل لدرجات حراره فظيعه ومهوله جدا. 45 درجه رقم خزعبلي ومش موجود على اي موبايل تقريبا. يعني الاس 23 الترا بعد 10 ساعات ونص تقريبا شغل او سكرين تايم بيوصل لحد 41 درجه مئويه، مقارنه بال 45 درجه رقم كبير طبعا، فرق 4 درجات ما بين الموبايلين. المفروض كمان ان في تحسينات قويه وملحوظه على الكاميرات. المفروض ان الكاميرات هنا يتم تحسينها بشكل ملحوظ، وتحديدا هنخص بالذكر الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاساسيه اللي حصل عليها تعديلات كبيره جدا سواء من ناحيه تصوير الفيديو او التقاط الصور العاديه. تصوير الفيديوهات على الايفون بقى واخد لوك مختلف تماما، تقدر تطلع فيديوهات خرافيه عن طريق الكاميرات بتاعت الموبايل ده. الموبايل بيعمل ستابلايزيشن للفيديو حلو جدا. في ناس بتصور فيديوهات وهي بتجري عن طريق الموبايل ده. الموبايل فيه هزات بسيطه وخفيفه جدا. كمان الموبايل دلوقتي بيصور صور 24 ميجا بكسل، وده بيتيح لك انك تعمل زوم للصوره بشكل اكبر، هيبقى لك فيها تفاصيل ومعالم واضحه جدا بسبب نظام التصوير ال 24 ميجا بكسل. وده النظام اللي بيدمج كل بكسلتين مع بعض عشان يديك صوره متصوره ب 24 ميجا بكسل، الصوره تكون شارب، الصوره ما بتبكسلش منك لمجرد انك بتعمل كروب، الصوره فيها تفاصيل وفيها معالم واضحه وقويه جدا. بالاضافه كمان زي الموبايل الصغير ال 15 وال 15 بلس، الموبايلات دي اخيرا بتجي بكاميرا 48 ميجا بكسل، بالاضافه كمان لكاميرا التليفوتو اللي المفروض رسميا دلوقتي بتعمل 5 اكس زوم اوبتيكال من غير ما تقابلك اي مشكله او تفقد اي جوده او تفاصيل في الصوره. الموبايل بيجي مع واي فاي 6 اي، بيجي مع بلوتوث 5.3. بطاريه الموبايل هنا 4422 ملي امبير. مش معروف قوه الشحن بتاعت الموبايل ده قد ايه بالظبط، ولكن المفروض ان الشحن هنا اسرع نسبيا مقارنه بالاجيال اللي فاتت بسبب اليو اس بي تايب سي. ولكن زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديوهات التسريبات عن اليو اس بي تايب سي، فاليو اس بي تايب سي اللي موجود على الفئات البرو مش هي اليو اس بي تايب سي اللي موجود على الموبايلات الصغيره. الموبايلات اللي زي الايفون 15 والايفون 15 بلس بيجوا مع اليو اس بي 2، واللي بتوصل سرعه نقل البيانات فيه ل 480 ميجا بت في الثانيه. ولكن الموبايلات البرو بتيجي مع اليو اس بي ثاندربولت 3، واللي بتوصل سرعه نقل البيانات فيه ل 10 جيجا بت في الثانيه. طبعا الفرق كبير جدا، فرق ملحوظ ما بين الجيلين. انت هنا بتتكلم في اكتر من 20 ضعف من ناحيه سرعه نقل البيانات ما بين الموبايلات البرو والموبايلات العاديه. ولكن من ناحيه البطاريه في حاجات مخيبه شويه للامال. بناء على اختبار على قناه مستر ذا ووز بوس، الايفون 15 بلس هو اكتر ايفون بيصمد من ناحيه البطاريه اللي بتوصل سكرين تايم ل 13 ساعه و20 دقيقه. يليه الايفون 15 برو ماكس اللي بتوصل لحد 11 41 دقيقه، واللي المفروض ان هو يكون صاحب اعلى معدل بطاريه او اعلى معدل استخدام لمعدل البطاريه هو الايفون 15 برو ماكس. طبعا بعد المشاكل اللي ظهرت في الموبايلات زي الفريم بتاع الموبايل اللي من التيتانيوم، الفريم اللي بيتجرح، او حتى الظهر اللي بيتكسر بسهوله، دي حاجات ما نقدرش نحكم عليها بالموبايل ان الموبايل ده فاشل او الموبايل ده سيء. ولكن ده اكتر موبايل ايفون ظهر فيه مشاكل وقت ما تم عرضه، عشان بس الابل فان بويز بيقولوا ان ابل ما بتعملش اي حاجه الا بعد ما التقنيه دي تنضج وتبدا تنزلها في الموبايلات بتاعتها. اديك شفت ابل خيشت المره دي وعملت حاجات ما شفناش على اي شركه ثانيه الصراحه. ممكن ابل تنزل تحديث تعدل بالبطاريه بتاعه الايفون 15 برو ماكس عشان تتعدى الايفون 15 بلس، ولكن هتظل برضه في بعض المشاكل زي ظهر الموبايل اللي بيتكسر بسهوله جدا. ولكن طبعا في جانب مشرق اللي هو الاداء بتاع الموبايل القوي جدا اللي بيشغل لعبه بتشتغل على الكونسول زي ريزيدنت ايفل، بتشتغل باداء قوي ومميز جدا. اللعبه بتشتغل على جرافيكس وفريم ريت عاليه، واللعبه بتشتغل على الموبايلات البرو بكل اريحيه وبكل بساطه. طبعا لازم تاخد بعين الاعتبار اداء الشاشه الممتاز، الحواف الاصغر في العالم، كمان الكاميرات القويه والمميزه جدا اللي بتديك اداء مميز مش هتاخده على اي موبايل تاني. ونخص بالذكر جدا
تصوير الفيديوهات. طبعا مش هتكلم في اسعار لان اسعار الموبايل الصراحه اسعار تخض شويه. وفي كوميكس منتشره جدا على الانترنت دلوقتي، الناس بتقترح على شركه ابل انها تضيف وسيله دفع عن طريق الاعضاء البشريه، وده طبعا على سبيل الفكاهه مش حاجات جديه يعني، ولكن ده بيعكس قد ايه سعر الموبايل مرتفع خصوصا عندنا في مصر، سعره يخوف الصراحه. فمن وجهه نظرك ايه العيوب اللي انت شايفها قويه في الموبايل بتاثر على الموبايل ده بشكل مباشر؟ قول لي تحت في الكومنت رايك بخصوص الموبايل ده والمميزات والعيوب بتاعته. هستنى كل الاراء بتاعتكم تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. طبعا دي الزرعه اللي المفروض اي يوتيوبر لازم يجيبها، لانك لو ما جبتش الزرعه دي فانت غالبا ناقصك حاجه او القناه بتاعتك فيها مشكله، لازم عشان تكون يوتيوبر تجيب الزرعه دي. ولكن المشكله ان انا جبت الزرعه دي، اكيد شفتوها قبل كده، نفس الزرع ده كده، انا طلبتها من على امازون، ولكن الصور كانت مغايره تماما، صور خادعه غير اللي موجود على الواقع اصلا. وزي ما انتم شايفين دي صوره العرض او صوره المنتج في البيع على امازون، هسيب لكم برضو اللينك تحت في الديسكريبشن، ودي الصوره الحقيقيه للزرعه نفسها. الفرق طبعا شتان ما بين الواقع وما بين الحقيقه، يعني الفرق كبير ما بين الواقع وما بين الصور يعني، فبنستخدمها بس لحد ما نرجع المنتج تاني وبعدين نشتري الزرعه الاصليه.